ما علاقة الأنظمة السياسية بطبيعة الجرائم التي ترتكب في المجتمعات. أب يعذب ابنته حتى الموت ويوثق مراحل التعذيب. الهيئة الأولى في جنايات الرصافة تصدر حكما بالإعدام على الأب القاتل وزوجته الثانية. السلام عليكم. المعنيون بعلم الاجتماع يربطون دائما بين الأنظمة السياسية وطبيعة الجرائم التي تشهدها المجتمعات. ليش؟ لأن المجرم ابن بيئته الاجتماعية، والبيئة الاجتماعية تصنعها الدولة التي يقودها النظام السياسي. ذلك التشريعات والقوانين هي ترجمة لفلسفة النظام السياسي. ولو أخذنا العراق نموذج، إذا رجعنا مثل عقد السبعينات هناك جرائم بسيطة محدودة جدا، صارت جرائم مثل أبو طبر، وقتل بالسبعينات قتل أستاذ في كلية القانون والسياسة كان يدرسنا مادة الدبلوماسي. بامتحانات نهاية السنة كان هو مشرف على إحدى قاعات الامتحان باليوم الأول، باليوم الثاني ما إجا، باليوم الثالث من سألنا عليه قالوا قتل دكتور يونس العزاوي ومقطعين جثته وخالينه بكيس قدام بيتهم. وهي جريمة كلش نادرة ببغداد في ذلك الوقت. محدودة الجرائم بالسبعينات لأنه حالة استقرار وحالة رفاهية، التناحر السياسي قليل، الجوع قليل. لكن أقدر أقول الرشوة بالسبعينات معدومة، والسرقة محدودة جدا. تخلي سيارتك بالشارع جدا عادي، تخلي بيتك مفتوح للصبح عادي جدا. بعقد الثمانينات بدت يعني الحالات الرشوة تزيد، وحالات القتل شوية تزيد أيضا. لكن الرشوة وين بدت تنتشر؟ بالمؤسسة العسكرية. بس يزعلون علينا الضباط الأشاوس. ليش؟ الميسورين والأثرياء ورجال الأعمال والمقاولين عندما يساقون للخدمة العسكرية ما يخدم. إذا هو منسب لواء يبني بيت الآمر اللواء وما يداوم، يبني بيت القائد الفرقة وما يداوم. هسه هاي مو من عندي، هاي بالثمانينات. ولذلك ما شفنا واحد من الميسورين والأثرياء قتل بالجبهة، قليل جدا. إذا أكو حالات نادرة جدا ما صارت. يعني هذه انتشرت بعقد الثمانينات حرب، بس ما زال المجتمع معافى والدولة قوية وإجراءات الدولة قوية. الرشوة محدودة جدا بالمجتمعات المدنية، السرقة قليلة. بعقد التسعينات لا، الرشوة انتشرت بشكل واضح. بس شنو رشوة؟ مو مثل الآن يقول له شو ودي له، سابوح لو ناطوح، سابوح القطان وناطوح الخروف. هاي اقصى درجات الرشوه. هسه من يقول له شو اودي له، يقول له قونيه ام الاحمر لام الاخضر، ام الاحمر ابو ال 25 وام الاخضر دولار. وبدت تنتشر ظاهره سرقه السيارات، بحيث وزاره الداخليه استحدثت مديريه مكافحه سرقه السيارات. انتشرت بشكل واسع سرقه السيارات، وبدت الرشوه تنتشر بدوائر الدوله. وصارت جرائم بالتسعينات خطيرة، مثل جريمة هذا اللي قتل الغزالية أنيس علوان، عائلة أنيس علوان راضي، 7 أشخاص قتلهم مهدي العقيلي. ومهدي العقيلي بالمناسبة هو كاتب عنده كتابين. مهدي العقيلي كاتب عنده كتابين، الكتاب الأول حقائق عن شبكات التجسس في العراق، والكتاب الثاني عدنان خير الله الفارس الذي ترجل. ويقال هو كان يشتغل سائق عند عدنان خير الله، واعتقد هو من ارتكب الجريمة كان متكئ، قال لك يحموني، فقتل 7. أنيس وعائلته عدمهم بالمراوح. صارت هزة الرأي العام العراقي في ذلك الوقت. وحضر المحكمة وطبان وزير الداخلية، وحضرها واحد من بيت خير الله طلفاح. حتى صارت تساؤلات في حينها، هذا اللي يمثل خير الله طلفاح جاي يخفف لو جاي يعني يتبرى من هذا. وحتى حضور وطبان، يعني قليل وزير الداخلية يحضر محكمة، فحضور وطبان. أما لبشاعة الجريمة أو مرسل حتى خاف هذا اللي جاي من عائلة خير الله يضغط على المحكمة ولو فرضية بعيدة. بس كانت جريمة مروعة بال 92، جريمة مهدي العقيلي
جريمة مروعة. بس احنا الآن بالعراق قبل تخلي سيارتك بالشارع تنباق بالتسعينات، هسه سيارتك ما تنباق، بس انت تنباق. انت من تدخل دائرة الدولة انت تنسرق، سيارتك ما تنسرق. واكو فرق بين اللي يسرق سيارتك واللي يسرقك. اللي يسرق سيارتك بالشارع ما تعرفه انت، مجهول، وانت ما موافق له يسرق سيارتك. لكن اللي يسرقك بدوائر الدولة اولا تعرفه، ثانيا انت موافق، ومرات تتوسل بيه تقول له تعال اخذ بس خلصني. هاي نتيجة ثقافة يعني طبيعة النظام السياسي. يعني مرات يتحدثون القضاء شلون يطلق واحد بايق. ما هو قانون العقوبات 111 سنة 69 صارت بيت عليه تعديلات بعد 2003. قبل 2003 اللي يسرق من الدولة ما يطلع وما ينشمل بالكفالة إلا يدفع 4 أضعاف المبلغ المسروق. الآن من أكو مادة قانونية تسمح له يتكفل والقاضي يكفله، مو ذنب القاضي، ذنب المشرع، ذنب الذي عدل على قانون العقوبات العراقي. ليش؟ طبيعة المجتمع. النظام السياسي يستسهل الرشوة. الرشوة مو قصة يعني، ولا التزوير، ظاهرتين عندنا، التزوير والرشوة. لذلك عندنا عدد كبير جدا من الشهادات المزورة، جزء الآن بدأت تخف شوية أو صارت مضايقات عليها. أما الرشوة لا، الرشوة ثقافة، لأنه طبيعة النظام السياسي تسمح أو لا تسمح. يعني هناك بلدان ما عندها عقوبة مشددة على السرقة. ليش؟ لأن ماكو سرقات. عندها عقوبة مشددة على من يرمي الأزبال بالشارع. ليش؟ لأن بلد مرفه نظيف عايش حياة مخملية، فما يروح المشرع يركز على السرقة. احنا الآن الرشوة حالة طبيعية، بينما الرشوة في عهود الدولة العراقية من يصدر عفو يقول يستثنى من هذا العفو الجرائم التالية. أول وحدة الرشوة والزنا بالمحارم والتجسس والمتاجرة بالآثار والمخدرات. ذني 5 ممنوع، ما ينشملن بأي عفو. احنا الآن يصدر عفو حتى المرتشي والسارق برا ذا مهزوم يجي يكيفوا له المادة حتى يشمل بالعفو. أعود إلى الجريمة. هذه الجريمة أب عذب بنته حد الموت، حتى الموت. أب اسمه كاف متزوج زوجة ثانية اسمها نون، ساكنين ب7 قصور. تاريخ 13/4/2025 صار إخبار من الشرطة على وفاة طفلة اسمها نرجس. طفلة نرجس. شنو اللي صاير بيها؟ أبوها بادي يعذبها، خضاها لتعذيب واحتجازها في غرفة داخل غرفة واحدة من الدار ومنعها من الخروج. أكل ما يعطيها، مي ما يعطيها، يعذبها بوسائل التعذيب المختلفة هو وزوجته، ومخلي كاميرا توثق مراحل التعذيب إلى أن ماتت. واعترف الأب اعتراف صريح أنه هو الذي قام بهذا الفعل، إلى أن ماتت نرجس. ويشوفون بعض الصور إلها ماتت والأب يتفرج يتلذذ. طبعا هذه اللي يقوم بهذا العمل إما عنده انحراف عقلي أو ارتباك نفسي أو عنده سجايا خارج سجايا البشر. طبعا بعضهم يقولون يعني ما صارت جرائم، لا صارت جرائم. ب 18/10/2020 امرأة ألقت بطفليها من جسر الأئمة، وأب قتل ابن أولادها ال4 بكربلاء.
هسه هذا بالله يقول أنا ما عندي جوع، ما مبررة طبعا. حتى الأم عندها معاناة ما مبررة، ذولا عندهم اضطراب نفسي. لا يمكن لأب أن يقتل ابنه أو بنته بهذه الطريقة إلا هو يكون يعني خارج نمط البشر، وكذلك أكو أب آخر اسمه ميم يسكن حي طارق، زوجته حاء، قام بتعذيب ابنته معصومة حتى الموت، مواليدها 20، مواليدها 2020، يعني ايش قد عمرها؟ 4 سنوات أو 5. ويقول سبق واعترف أنه قتل زوجته الأولى، أمها قتل زوجته الأولى بالتنسيق مع زوجته الثانية بطلق ناري، وسجن وخرج من السجن، واعترف أن زوجته الثانية هي التي تقوم بتعذيب الطفلة. يعني أنت غيرة ما عندك؟ ما هيك أردح يعني ما أعرف هاي اللغة. يعني زوجتك الثانية تخليها تعذب بنتك حد الموت وأنت تتفرج؟ هذه يعني خلي أقول هذه بعض الأحيان طبيعة الأنظمة السياسية، طبيعة الدولة من تضعف، طبيعة القوانين من تشرع على أساس حالة استثنائية وشاذة تنتج هيك حالات. يعني احنا بالعراق ما شفنا، بالحصار بالتسعينات شفنا اكو نساء ترمي طفلها امام سيارة الأثرياء، طفل امه جوعانة، شوف لذولا كانوا الأثرياء شنو علامته؟ مرسيدس، محبس وعقال ويشماغ احمر، يقولون ذولا المقاولين، مقاولو التصنيع العسكري. فاكو نساء رمت اطفالها قدام السياره، قالت لك اذا تعوق انا اخذ تعويض، واذا مات اخذ تعويض اكثر، وانا مخلصه منه، ما عندي عيله. صارت حالات بالتسعينات. بس مال اب يعذب بنته ويخلي كاميرا ويتابع مراحل التعذيب كلها الى ان تموت، ويوديها للمستشفى، يقول لهم ما قاعد نتدرج. بس نباهة الأطباء وذكاء الأطباء خلاهم يستدعون الأجهزة الأمنية، يعني عناصر الأمنية، من كشفوا أكو ارتياب واضح. نرجس ومعصومة ضحيتا عوائل منحرفة، والعوائل المنحرفة نتاج بيئة اجتماعية سيئة. يعني مرات والله اللواء شاكر لفتة مدير مكافحة إجرام الرصافة عندما تحدث لي، ايش قد شايف جرائم الرجل، ايش قد شايف جرائم، بس عيونه حسيتها عيونه تدمع وهو يروي هاي القصة. هو شايف مئات الجرائم بحكم عمله، لكن هذه يقشعر لها الجلد. خلينا نسمع اللواء شاكر يتحدث لنا عن هاي الحادثة. حادث تعنيف أحد الفتيات اللي بالغ من العمر حوالي 9 سنوات من قبل ذويها، وبعد حالة القضية إلى مكتب مكافحة إجرام الشعب تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير المكتب المقدم محمد دراجي وضباط التحقيق والمفرزة العامة والفنية لدراسة القضية بشكل مفصل ودقيق وجمع الأدلة بغية تدوين أقوال المتهمين بحادث تعنيف الطفلة نرجس. تم وبشر التحقيق مع المتهم الأول وهو والد المجنى عليها نرجس، والمتهمة الثانية هي زوجة المتهم والد المجنى عليها نرجس. ومن خلال مجابهة المتهم بالأدلة المتوفرة لدى فريق العمل عن أسباب تعنيف بنته المدعوة نرجس، ومن خلال إجراء الكشف الدقيق على محل الحادث والاطلاع على غرفة المجنى عليها نرجس، تم ملاحظة نصب كاميرات على الغرفة وبالأخص على سرير المجنى عليها. ولدى مواجهة المتهم والد المجنى عليها نرجس عن أسباب نصب الكاميرات داخل الغرفة وتمتعه أو بالأحرى تلذذه بتعذيب ابنته، وذلك بقطع عنها الطعام والشراب وإعطائها وجبة واحدة باليوم، وقيامهم وزوجته
الثانية بربط المجنى عليها على السرير. ومن خلال الصور والفيديوهات اللي تم التحرز عليها من قبل مديرية الأدلة الجنائية اللي ضبطت الريسيفر المستخدم من قبل المتهم والد المجنى عليها لتصوير تعذيب وتعنيف الطفلة نرجس، اللي تم ضبطه من قبل أدلة جنائية وربطه مع الأوراق التحقيقية. وقد تم تصديق أقوال المتهمين والد المجنى عليه وزوجته الثانية بالاعتراف الصريح والدقيق بتعنيف الطفلة نرجس مما أدى إلى وفاتها. وقد قاموا بنقل المجنى عليها نرجس بعد أن فارقت الحياة إلى المستشفى لغرض إيهام الأجهزة الطبية في المستشفى من خلال تعرضها إلى والوقوع من الدرج وليس بالضرب. ولكن حقيقة تكليف السيد قاضي تحقيق محكمة الشعب لقسم مكافحة إجرام الشعب بالتعمق بالتحقيق لكشف ملابسات الحادث. لكن هذه الحقيقة اللي مرة اللي يتعرض لها الأطفال من خلال التعنيف اللي لاحظناه، اللي تعنيف بصورة بشعة على طفلة صغيرة لا تتجاوز العمر 9 سنوات، حقيقة واعتراف المتهم والدها وزوجته الثانية الاعتراف الصريح وتصديق أقوالهم قضائيا وحالتهم إلى المحكمة المختصة اللي أصدرت الحكم العادل بحقهم بالإعدام شنقا حتى الموت. طبعا محكمة جنايات الرصاص الهيئة الأولى أصدرت حكمت بالإعدام شنقا حتى الموت على الأب وزوجته عن جريمة قتل المجنى عليها نرجس كاظم جابر عن طريق استخدام طرق وحشية بالقتل والمتمثلة بتجويع وحرق الطفلة حتى الموت. دول القضاة الثلاثة الشرفاء عندما أصدروا القرار خلوا ضميرهم أمامهم، خلوا مسؤوليتهم الاجتماعية أمامهم. هذا القرار مبني على حقيقة هل هذا الأب يستحق أن يعيش بالمجتمع وهذه الأم زوجته؟ معنى يعني هل هذا الأب يحمل معنى الأبوة؟ معنى الرجولة؟ معنى أن يكون أب وهاي معنى أن تكون زوجة؟ ذلك فلسفة القرار وهو قرار يستحقه الاثنان، الأب وزوجته الثانية يستحقوه تماما. هذا القرار مبني على سؤال هل يستحق هؤلاء، يعني هل يستحق هذا الزوج وزوجته أن يعيشا في مجتمع يفترض أن يكون سليم بقيمه بأفكاره بنسق حياته؟ لا، ما يستحقون، ما يستحقون. هاي فلسفة القرار، وهو قرار مستحق وشجاع، ويعني هو رادع قد يكون رادع نسبي لمنع ارتكاب هكذا جرائم. أنا أتحدث وأتخيل الطفلة وهي تتلوى من الألم وهي تصرخ من الجوع ومن العطش، هي تستغيث بأبوها، تستغيث بزوجة أبوها. طبعا اللي قامت دعوة عليهم أمها المطلقة، أم نرجس هي التي أقامت الدعوة أمام القضاء العراقي، والقضاء قال كلمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.